السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا يا رب ينصرهم نصر يتعجبون أهل السماوات والأرض. وصفة النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن بالكيس الحراري، وكمان هنعمل مع بعض الملوخية الخضراء، وهتطلع معاكم خضراء بالشكل ده، وهتطلع معاكم طعمها لذيذ جدا. ودي الطريقة دي معمولة على الطريقة الصعيدي، عندنا في الصعيد بنعملها كده. هتعمليها النهاردة بكل سهولة، بس اتبعي الخطوات للنهاية. عندي 4 معالق كبيرة من معجون الصلصة، عليهم التوابل ملح وفلفل وبابريكا. والبابريكا هنا بابريكا مدخنة وتوم باودر وبصل باودر، والملح هنا حسب الرغبة. عندي معلقتين كبار من الزيت علشان خاطر يدينا لون ولمعة حلوة جدا للفراخ. قلبي كل المكونات دي مع بعض، وأهم حاجة معجون الصلصة يبقى سميك، مش سايل، علشان احنا هندهن بيه بس الفراخ. طبعًا التوم البودر والبصل البودر أساسي. عندي الفرخة هنا أنا مغسولة كويس جدًا ومنقوعة في محلول خل وملح ومعلقة دقيق. عندي هنا هابتدي أدهن الفرخة من كل الجوانب، من جوّه ومن برّه. حاولي تغلفي الفرخة بكل المعجون ده. المعجون ده حلو جدًا، وكمان يا ريت لو سِبتِ الفرخة بالخليط ده لمدة ساعتين 3 بتخلّيها تشرب التتبيلة حلو. بس أنا هنا كنت مستعجلة جدًا، فيا دوب أنا بس دهنت بيها كل المكونات دي ودخلتها على الفرن. طبعًا أهم حاجة تغلفي كل الجوانب بتاعة الفراخ علشان كلها تطلع بلون موحّد. هنا هنستخدم الكيس الحراري، ممكن تقدري تستخدمي ورق الفويل، بس هنا الكيس الحراري بيوزّع الحرارة حلو جدًا، وكمان بتطلع كلّها ألوانها متساوية، يعني بتطلع كلّها لون واحد. الأكياس الحراري دي هتلاقيها موجودة في السوبر ماركت أو عند بتوع الأدوات المنزلية. شايفين بالطريقة دي أنا باحاول أفرّغ الكيس كده وبادخّل فيه جوّاه الفرخة. طبعًا إحنا بنحاول ندخّل جوّه الكيس كمية كبيرة من الهوا. شايفين أنا بافتح الكيس بالطريقة دي وبعد كده باقفله، بحيث إن هو شايفين يبقى مليان هوا من جوّه، علشان بالحركة دي بتقدري تدخّلي كمية هوا كبيرة، وكمان بتخلّي الحرارة تتوزّع بشكل مضبوط في الفرخة. طبعًا هنربط الكيس الحراري بالحاجة اللي هي بتيجي معاه دي حاجة كده بتربطي بيها الأكياس الحراري، بتبقى يعني معمولة بتكنيك معيّن علشان تربط الكيس كويس. بعد ما هندخّل كمية هوا كويسة جدًا للكيس، هنبتدي من طرف الكيس من تحت هنقص حتّة صغيّرة كده من طرف الكيس، أو ممكن تقطعي الكيس من النُص، بس دي الخطوة دي أفضل. شايفين في الطرف ده، وهابتدي أقص منّه القطعة دي. ده بيخلّي الهوا يدخل كويس جدًا للفراخ. طبعًا هنكون مشغّلين الفرن مسخّنة كويس جدًا على درجة حرارة 200. طبعًا هنضيف كوباية من المَيّة، الكوباية اللي هي 250 مِللي، المَج العادي بتاعنا، وبعد كده هندخّلها على الشبكة في النُص. طبعًا بتاخد حوالي من ساعة لساعة إلا ربع، وده طبعًا بيختلف من حجم الفرخة، لإن الفراخ بتاخد وقت شوية في السِوَى في الفرن. طبعًا هنا بعد ما خرجت تبارك الله، يعني الفراخ كلّها مستوية، أو بمعنى أصح مهرية. آآ اللون بتاع الفراخ ما شاء الله. شايفين المَيّة اللي بتنزل من الكيس ده، وده علشان خاطر طبعًا إحنا ما ضفناش أي مَيّة جوّه الكيس، ولكن البخار اللي اتجمّع من المَيّة اللي إحنا حطيناها في الطاجن من تحت دخلت في الكيس، فسوِّت الفراخ معايا كويس جدًا، وفي نفس الوقت وزّعت الحرارة للفراخ كلّها. شايفين عندي الفراخ اللهم بارك مستوية جدًا. الطريقة دي حلوة جدًا، والتتبيلة دي حلوة خالص، اعتمديها لكل الفراخ المشوية. تعالوا نعمل مع بعض شوية ملوخية خضرا كده على الطريقة الصعيدي. عندي شوية شوربة من بتاعة مرقة فراخ، وعندي هنا معلقة كبيرة من التوم المفروم، معلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم، دي اللي هي بتاعة الخاصة بالطعام. هننزل كل المكونات دي مع بعض، وأول ما تغلي الشوربة معانا هننزل بيها، هننزل بالملوخية على الشوربة. طبعًا لازم الشوربة تغلي كويس جدًا معانا للملوخية. فشايفين ما شاء الله، الملوخية لازم إحنا بنقطّفها كده بالشكل ده، وبنطلّع منها أي زوايد، والورق الأصفر اللي بيبقى موجود في الملوخية ده لازم تشيليه. تمام، ده بيبقى ورق غير صالح يعني للأكل. فأنا هنا وريته لكم علشان لو بس أنتِ وبتشيلي الملوخية تبقي عارفة.
بعد كده هننزل بكل الملوخية دي على الشوربة وهي بتغلي، احنا مش مخرطين الملوخية، احنا حاطينها بالورق الصحيح لان احنا هنفرمها بالهاند بلندر. ودي الطريقة دي سريعة جدا معاكي ومش بتاخد وقت خالص. عندي بعد ما غليت الشوربة انا هنزل عليها بالملوخية، هنسيب الملوخية لغاية ما تستوي تماما وبعد كده هنسيبها مكشوفة، مش هنغطي الحلة. وده اللي بيحافظ على لون الملوخية ان هي تفضل خضرة ما تسودش معانا. يعني عشان الملوخية تبقى خضرة معاكي ما تقفليش الغطا بتاع الملوخية. قلبي كل المكونات دي وسيبيها لغاية ما تستوي. شايفين اول ما تغلي بالشكل ده بنسيبها تغلي حوالي غلوتين كده كويس لغاية ما تستوي. وعلشان اختبر الملوخية اشوفها ان هي استوت ولا لأ، باخد ورقة من الملوخية وابتدي افركها بايدي واشوفها، لو هي اتهرت معايا يبقى كده خلاص الملوخية استوت، ويبقى كده في مرحلة ان انا افرم الملوخية بالهاند بلندر. احنا طبعا ما فرمناش بالمخرطة، الخطوة دي سريعة جدا عشان ما تاخدش معاكي وقت. بالهاند بلندر سريعا كده انا بدي ضغطة خفيفة، مش بدي ضغطة مطولة، لا ضغطة خفيفة كده يا دوب إن أنا أفرم بيها الملوخية. الضغطة المطولة دي بتخلي الملوخية تعمل عرق وبتبقى صيصة ومش حلوة خالص، لكن أنا بدي ضغطة خفيفة كده جدا كده، وبعد كده بلقى الملوخية اتفرمت معايا حلو جدا. نيجي بقى للطشة بتاعت الملوخية، عندي معلقة كبيرة من السمن البلدي وعليها معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هناخد معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هبتدي أقلب كل المكونات دي، وأول ما الطشة بتاخد لون دهبي حلو هبتدي أنزل بيها على الملوخية. شايفين كده هي وصلت معايا للون الذهبي الحلو ده. بعد كده هننزل بيها على الملوخية. وطبعا ما ننساش الشهقة المصرية اللي احنا بنعملها بقى، نشهق احنا بننزل التوم على الملوخية. هي على فكرة يعني ملهاش أي صحة من الأساس، بس خلاص حاجة احنا اتعودنا عليها. هنقلب كده الملوخية، شايفين اللون بتاعها أخضر وجميل، والطعم ولا في الخيال. يعني ما شاء الله، لا تقولي لي أم حسن ولا تقولي لي مطعم بهية ولا أيا كان حد يعمل طريقة الملوخية السريعة دي، سريعة جدا وكمان شايفين اللون تبارك الله. فعلشان تطلع معاكي كده احنا قدمناها في الطاجن كده زي شغل المطاعم، علشان تحسي ان انتي مشترياها من احسن مطعم. هتعمليها بكل سهولة وبطريقة سهلة. كده عملنا مع بعض الفراخ المشوية في الفرن بالكيس الحراري، وعملنا الملوخية الخضراء بكل سهولة. وطبعا كالعادة يا سادة، لو كنتي وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات القديمة، هتستفادوا منها جدا، كلها وصفات اقتصادية وسهلة جدا لكل ست بيت تقدر تعملها بكل سهولة. وما تنسيش المتابعة وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم. سلام عليكم.